مرسي عطا الله بنزول الدكتور كمال درويش وكانه بيحرجه، وده حق الدكتور كمال ما يقدرش طبعا صادر على حق حد، فاصبح في انتخابات. فالراجل المحترم امبارح سيد، انا كنت اقدم اخر واحد، بحيث ان لو الاستاذ مرسي عطا الله قدم كنت هحجب نفسي وهياخد جزء من قائمتي. امبارح في حضور الاستاذ جورج سعد والاستاذ خالد لطيف واللي هو ضياء عبد الهادي والمستشار نور السعودي، الذي طلب مني ان اتقدم باوراق ترشيحي اليوم وما انتظرش لغايه اخر يوم هو الاستاذ مرسي عطا الله. الناس عايزه مرتضى، يبقى الناس دي كلها بره، لا عضويه ولا غير عضويه. الناس عايزه واحد في دول، انا بره، واي واحد هيجي فيهم انا همد ايدي ليه واشتغل معاه واساعده. احمد مرتضى مش صغير، احمد مرتضى محامي محترم عنده فكره. على فكره ادي احمد اهو، ده في ملعب، شوف اهو، كان عنده حوالي 6 7 سنين. ده احمد مرتضى اهو في الملعب. من حق احمد يرشح نفسه، لكن من حقي انا والقايمه ناخده معانا او لا، ومن حق الجمعيه العموميه تختار او لا. انا بس باكد لكم ان مفيش طاعون نتيجه الانتخابات، اكيد مفيش طاعون، دي اللائحه اللي احنا شغالين عليها. كام؟ 2008. شروط العضويه عشان ابقى عضو في النادي مش عضو مجلس اداره. الشروط: ان يكون محمود السيره حسن السمعه، الا يكون قد صدر ضده اي احكام نهائيه في جنايه او جنحه بعقوبه وكذا حريه ما لم يرد لها اعتباره. شروط العضويه هي نفس شروط الترشيح اهي. ان يكون حسن السمعه محمود السيره، الا يكون صدر ضده اي احكام نهائيه في جنايه او جنحه بعقوبه. يبقى اذا نفس شروط العضويه هي شروط ايه؟ الترشيح. انتهت المحكمه فيه ان الجريمه المنسوبه الي بالزور برضه ليست من الجرائم المخلة بالشرف التي تمنعني من الترشيح. بناء على الحكم ده اللي طلع، السيد حسن صقر عدل اللائحة بتاعته. المهندس حسن صقر عدل اللائحة بما يتفق مع الحكم، والحكم طبعا جاي من القانون. يبقى قصة ان انا انزل او منزلش دي محسومة، قانون ولائحة وحكم، خلاص، تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الذي صدر لصالح مرتضى منصور بوقف الانتخابات لعدم إدراج اسمه في كشوف المرشحين. مهندس حسن صقر نفذ الجزء الأولاني إنه عاد عضويتي، الجزء الثاني إنه يدرج اسمي في كشوف المرشحين وعمل انتخابات فورا. فالجزء الأولاني اتعمل، الجزء الثاني لو ما كانش اتعمل يا جماعة فورا كنت هرفع دعوة المفروض يعني على المهندس حسن صقر بامتناع عن تنفيذ حكم محكمه ويعاقب طبقا للماده 123 بالحبس والعزل. طبعا ما كنتش هعمل كده لان انا خلاص انا والمهندس حسن صقر تصافينا، وهو صديق عزيز قبل كده، والخلاف قبل كده كان خلاف على اللائحه وقانون ودستوره. اي عنتر ابن شداد شايف انه عنتر ينزل عشان نخلص، يا انا بره يا الناس دي كلها بره عشان دماغنا بتوجعنا. والله ربنا وفقني وجماعه الجمهوريه جابتني، انا بشكرها. جماعه الجمهوريه عايزه تجيب غيري، بس انا ليا طلب واحد: لو انتوا عايزين النادي ده يمشي ونكمل اللي انا عملته، يعني انتوا داخلين دلوقتي عند الابوار لقيتوا ايه؟ محلات بتتعمل. مين اللي جاب المحلات دي؟ مرتضى منصور جاب، وانا كنت نايم، جبت مختار خطاب وزير قطاع الاعمال جاي في ايدي هنا، وانا اللي خليته اتنازل عن كان مخزن ودفعنا 1,000,000 جنيه بس. النهارده جايب لك مليار. بقول لاعضاء الجمعيه العموميه عايزين مرتضى؟ لا تعذبوني ولا تعذبوا النادي. فانا بقول لكم عايزيني هاتوا القايمه من فضلكم، يعني القايمه مش عايزيني هاتوا اي حد تاني، وبرضه اقول لكم وقايمته. والله اديتوا لي الثقه للمره الخامسه، انا بقول لكم متشكرين، وان شاء الله هكون محل هذه الثقه. شايفين غيري في المرحله دي هو اللي يصلح، انا لما ينجح غيري همد ايدي ليه، ولو في خدمات اقدر اقدمها للنادي من خلال العمل القانوني كمحامي مجانا متطوع انا ما عنديش مشكله. شوف، ايا كانت نتيجه الانتخابات لن اطعن على النتيجه، انما لو تم استبعادي لا، ده المعارك هتبدا بقى خلاص.